ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نتوكل عليه ولا نتواكل، لان التواكل كفر بنعمه الله علينا. النبي عليه الصلاه والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعمل دلوقتي يا شيخ شلبي، العمل في المصيبه اللي وقعت عليه، الدوده وكلت القط، هنروح فين من الدايرين؟ بالربطين على غيرتي 4 قناطير قط. الفدان رمى امتار ونص، خدوهم وعاوزين يحبسوني. طول السنه تعبنا وشقينا، واخر المواصل مش لاقيين اللقمه. ده يرضي مين يا لا؟ يرضي مين دي؟ يا اخوانا احنا لازم نتحد كلنا عشان نخلص حقوقنا من الظالمين. ده الكلام المظبوط يا عاشور افندي. لابد من وقوفنا يد واحده، لان الحال يا جماعه ما بقاش يرضي حد ابدا، ولا يمكن السكوت عليه. حكايه بالظبط يا جدعان، ده ظلم يا ناس. صحيح ظلم، مظبوط. علشان كده لازم نكون كلنا يد واحده، يعني ما حدش يورد للدايره المحصول الا لما يعرف حسابه الاول. بس يعني يا ادهم، عايز الفلاحين الغلابه يقفوا قدام الدايره برجالتها وعساكرها. ايوه يا ابو اسماعيل، يقفوا علشان حقهم. الحق ما فيش غلبان ولا قوي، ما دمنا احنا اصحاب حق يقدروا يخلصوا من حد ابدا. كلام ايه ده يا ادهم؟ انت مش عارف الهاني تبقى بنت مين؟ وهي يعني علشان بنت الوزير تاكل عرق الغلابه دول؟ يا اخوانا احنا مش جايين نتكلم عن الوزير وبنته، احنا جايين نتكلم عن حقوق الفلاحين الغلابه، الحقوق اللي وقعها الدايره نسيبها لنا كلها. يا رجاله يا رجاله، يبقى لازم كلنا ما نسلمش المحاصيل الا لما نعرف حسابنا عندهم. موافقين؟ والله عارف فوضى، البلد بقت فوضى. يا ست هانم افندي، ما يكونش عند سعادتك فكر، ده الواحد منا بعون الله ياكل منهم 10. هو صنف فلاح كده، ما يجيش انا بالسكن في الدماغ. يعني مش عايزين يوردوا المحصول؟ يا ست هانم بقى ده اسمه كلام. مش هم قالوا كده؟ يا ست هانم افندي ادخل. ادهم شرقاوي يا ست هانم هو اللي عمل كده، هو اللي بيحرض الفلاحين انهم ما يوردوش المحصول للدايره. انا لسه جاي من عند الصفصفه وسامع وهو بيقول لهم كده. يطلع مين ادهم الشرقاوي ده؟ ده واد مخبول في مخه، الداهيه كلها من الشيخ شلبي. كويس خالص، حته شيخ هيقف قدامنا كمان. ده لو بابي سمع باللي بيحصل هنا هيبعت قوه تطربق الدنيا على اللي فيها. يا ست هانم افندي مفيش لزوم ان سعاده الباشا ياخد خبر بالحكايه دي، خليها علينا احنا. انت وراكي رجاله برضه. هاتولي الشيخ سفت ده هنا، هاتوه من تحت الارض. مين؟ انا شيخ الغفر، افتحي. الشيخ موجود؟ ايوه موجود. اندهيله بسرعه. عايزه ليه؟ اندهيله النار. حاضر. خير يا شيخ الغفر؟ الهانم عاوزاك دلوقتي. الهانم عايزاني ليه ساعة دي؟ البس هدومك وتعالى معانا. ايوه بس افهم هي عايزاني ليه؟ عاوزاك وخلاص، يلا عشان تتطوعي. طيب اتفضلوا على ملبس. كتر خيرك، هنستناك هنا. الولية دي عايزاك ليه؟ ايش عرفني؟ يعني كده عايزاك ليه؟ علمك هو شيخ الغفر قال ايه؟ قال ان الهانم عايزاك. قالش ليه؟ كنت بلغ الكلام اللي قلته عند الصفصافي. ما يبلغي، انا عايزه يبلغي عشان تعرف ان الفلاحين مش ممكن يسكتوا على حقوقهم ابدا. طب خد بالك من نفسك. خد بالي من نفسي ليه؟ وانا راح الجهاديه. اصل الولية دي شرانية وانا خايفة لا تأذيكم. تأذيني؟ وبعد اللي احنا فيه دي في اذيه؟ ما يلا يا شيخ. ايوه جاي اهو. العبايه يا خديجه، العبايه منار، العبايه ايوه اهو اهو جاي. بس ما تنسيش سعادتك ان الجوع كافر. جوع؟ جوع ايه؟ دول ياكلوا مال النبي. انما والله ما خبيش على سعادتك ان الفلاحين مظلومين قوي. مظلومين يعني ايه؟ يعني يستهانم بعض موظفي الدائره بيعاملوا الفلاحين بقسوه. انا كلمت بابي عشان يبعت لي عساكر يستلموا المحصول بالسلاح. لا ارجوك يا استهانم ارجوك، بلاش سعاده الباشا دخل في الموضوع ده. والعمل؟ العمل ان كل الفلاحين ياخدوا حقهم وكل شيء يتصلح. المحصول يدخل المخازن وبعدين اللي عنده شكوى يبقى يقدمها. وبلاش عساكر عشان خاطرك. متشكرين يا ست هانم. بس انت المسؤول قدامي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا ست هانم. السلام عليكم.
سيبك من الفلاحين واهتم بنفسك. انت لسه برضه شاب تعرف لما كلموني عنك افتكرتك راجل كبير عجوز. خسارة، انت لسه صغير. من هنا ورايح تعتبر نفسك في بيتك، انت من رجالتنا دلوقتي. ابقى تعالى لي، انا احب اشوفك كتير. ربنا ما يحرمنا منك يا ست هانم، ده شرف كبير جدا ليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أدهم الهانم كانت هتعمل عملة مش كويسة، فأنا أبطلت الإجراءات دي وأعطيتها تعهد على نفسي. تعهد؟ تعهد بإيه؟ بإن محصول القطن يبات كله في مخازن الدايرة. طب وحقوق الفلاحين؟ كل واحد هياخد حقه بس بعد توريد المحصول. وليه ما يكونش قبل توريد المحصول؟ لأن المية ما بتطلعش في العالي يا سي أدهم. لا دي بتطلع يا خالد، بتطلع قوي. في البندر حتى بتطلع لاخر دور كمان. امال بالضغط بالقوه بتطلع لعاشر دور يا شيخ شلبي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول. انما يعني ايه الاجراءات اللي حضرتك اوقفتها دي؟ انا اقول لك، الهانم اتصلت بمأمور المركز عشان يبعت عساكر يلموا المحصول، واخد بالك؟ فانا ابطلت الاجراءات دي. قصدك ايه؟ قصدي نسيب الفلاحين يوردوا القطن وبعدين نتفاهم مع الدايره. وانت صدقت كلام الهانم برضو؟ يا ابني وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ده مش سلم ده يا شيخ شلبي، ده ظلم. إيه؟ بس يا ابني. بس ايه؟ بس نتفاهم. نتفاهم على ايه يا شيخ شلبي؟ نتفاهم على ايه يا راجل يا اللي حافظ كلام ربنا؟ يا اللي علمتني الحق من الباطل والعدل من الظلم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه اللي حصل؟ خليك في حالك انت، مالكيش دعوة بالمسائل دي. يعني ايه؟ يعني كده اهو. يا رجاله هذا هو الكلام المفيد. أنا لا أغشكم ولا أخدعكم، ويعلم الله أني لا أتكلم إلا بالصدق. لكن يا عم الشيخ شلبي رأيك في الأول ما كانش كده. يا أدهم يا ابني، إن الله يكشف أمام الإنسان معميات الأمور. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.